اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من بودكاست ذا ميكر. والنهارده يوم بالنسبه لنا يوم تاريخي، لان النهارده زياره لواحد يعني اخويا وحبيبي وحبيب قلبي وراجل يعني في حب جوايا ليه. في ناس كده في حياتي انا بحبهم، ممكن اختلف معاهم في النص، شيكابالا، حازم امام، ناس معينه كده ما اقدرش ان انا ما يبقوش موجودين وليهم جزء مهم جدا جوه حياتي. هل ده ليه علاقه بالزمالك؟ ممكن، ولكن انا في رايي الاهم ان في ناس معينه في حياتي انا بعتبرهم ان هم زي اخواتي، بل اخواتي. اكيد منهم، وعامل من العوامل الرئيسيه اللي موجوده في حياتي ضيفنا النهارده نجم مصر شيكابالا. شيكابالا مساء الخير. مساء الفل يا كابتن مصر. قدمتك حلو. ده انا اللي مبسوط ان انا وحشني. معاكم النهارده بجد يا كابتن مصر. وبعدين لما جيت اتفرجت على الحاجه هنا كلها في ذا ميكر، انا مبسوط اللي في حاجه في مصر بالشكل ده، اللي زي ما قلت لك قبل ما نبدا، اللي واحنا صغيرين زي ما كنا في مدرسه موهوبين، هي نفس الفكره، بس ما حدش كان بيقول لنا الحاجات اللي انتوا بتقولها لهم دلوقتي. فاللعيبه دي محظوظين اللي هم معاكم موجودين مع نجم عالمي زيك يا كابتن مصر. فدي ميزه ليهم اللي هم بيبداوا من بدري، كل حاجه بتتقال لهم لازم يركزوا فيها. بتاكل ايه، ما تاكلش ايه، بتنام كويس، بتدرس كويس. الحاجات دي ما كانتش موجوده متوفره لنا واحنا صغيرين، فهم بادئين بدري عشان ان شاء الله لما نشوف حد فيهم يحترف الحاجات دي هتفرق معاه، لان هو لما يسافر مش هيتخض، لان هو اصلا خلاص اوريدي متعود على الحاجات دي. شيكا، انا وانت كنا محظوظين واحنا صغيرين، ورغم ان يعني العلم زمان ما كانش متطور قوي، بس برضه في وقتها احنا كنا محظوظين ان احنا كنا موجودين في مدرسه الموهوبين الرياضيه، طبعا اللي هي كان برضه احنا من واحنا ولاد صغيره اتعلمنا ان في مواعيد، في نظام، لازم اتحرك دلوقتي على التمرين، لازم الحق ان انا ارجع عشان الغداء ميعاده الساعه كذا. في ناس كتير قوي يا شيكا في الكوره بتعمل اهم مرحله في اللعيب، او مرحله مهمه جدا من اللعيب، اللي هي مرحله التاسيس، اللي هي المرحله اللي ما بين 7 و8 سنين لغايه سن 13 و14 سنه. عايز اسالك، في نادي الزمالك، وانا عارف ان انت في الوقت ده كنت موجود في نادي الزمالك، ما بين نادي الزمالك وما بين مدرسه الموهوبين، ايه اللي تفتكره وايه اللي مأثر فيك لغايه دلوقتي في المرحله اللي هي بتاعت البراعم دي؟ ايه اكتر ناس انت فاكر لهم حاجات؟ وايه اكتر مواقف ان انت النهارده وانت بتحكي بتقول المواقف دي انا ما اقدرش انساها وعلمتني حاجات كتيره لغايه دلوقتي؟ اهم حاجه كابتن المدرسه الموهوبين الالتزام. اللي انت تبدا من وانت صغير تبقى ملتزم، عارف انت ليك ايه وعليك ايه. الحاجات دي ما بنشوفهاش دلوقتي. فاكر واحنا صغيرين زمان ما كانتش كوره بس برضو، يعني كنت فاكر لما كنا بنقعد في اوضه الموسيقى انا وانت من واحنا صغيرين. طبعا فاكر. فكنت بتكلم معاك قبل ما نبدا، اللي انت بتقول لي اللي الولاد الصغيرين دول احنا بنوديهم السينما وبنخرجهم، روحوا رحلات، ليهم حق يستمتعوا الحاجات دي مش موجوده دلوقتي. الحاجات دي دلوقتي هو اللعيب بيجي لك في اللقطه الاخيره، انت بتشوفه طول الاسبوع تمرين 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 بس، ما بيتعلمش حاجات تانية كتير بس. فاللي هم فيه دلوقتي ده يا كابتن دي حاجات مهمه جدا جدا جدا، لان هي مش كوره بس. طب انت وانت صغير، يعني عايز اخدك انا برضه هفكرك، يعني تفتكر ايه المواقف لكابتن جوهر الصغير الله يرحمه، كابتن نبيل نصير الله يرحمه؟ ازاي الناس دي اثرت في حياتك وازاي فاكرهم لغايه دلوقتي؟ يعني كابتن نبيل نصير الله يرحمه ده كان ابويا، الله يرحمه. يعني كان وانا كمان يعني ابويا كان بيديك كام لما تجيب جول؟ اكتر منك. لا بس انا عشان قبليك انا كان بيديني على كل جول 10 جنيه. والله. لا بس انا على ايامي كان في امتيانات وبتاع. لا انا كان بيديني 10 كتر خير. لا كابتن نبيل نصير هو يعني الناس دي كانت علي شرف. علي شرف الله يرحمه. الناس دي من اول يوم. كابتن جوهر الصغير طبعا الله يرحمه. يعني كابتن جوهري ده يعني اول مره اتعاملت مع كابتن جوهري قال لهم الولد ده قبل ما ادربه كان ضارب اربع اداريين وثلاث مدربين. كابتن جوهري الناس دي اثرت، او كابتن سعيد الجدال الله يرحمه. الله يرحمه كابتن سعيد. الناس دي فعلا هم حببونا في الزمالك وعرفونا يعني ايه زمالك ويعني ايه تضحي عشان توصل لحلمك. من واحنا صغيرين كان الناس دي تتكلم معاك اللي هو انت لو عايز توصل لازم تصدق من وانت صغير ان انا عايز اوصل. كان حلم واحنا بنتمرن في الناشئين ان احنا نبقى معديين من قدام اوضه اللبس بتاعت الدرجه الاولى
وكان نفسنا يوم من الايام اللي احنا نبقى زيهم. عدت الايام وفي مدرسه المواهبين كنت انت سافرت خلاص وبقيت بره ومكسر الدنيا. لو انت فاكر رجعت كنت راجع اجازه، خدتني معاك الاستاد ايوه واحنا صغيرين. فالحاجات دي كانت بتاثر فينا لما احنا تبقى حد مثلا انت معايا في مدرسه المواهبين ميدو، وبعدين فجاه بتشوفه هو نجم مصر. فانت بتصدق. انا وانا صغير انا صدقت لا اللي هو ايه ده ده الموضوع بجد. ما هو ميدو صاحبي مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي، فتمام يعني انا مصدق. طب انت بجد عايز اسالك سؤال، وهو سؤال يعني ممكن يكون حد ساله لك قبل كده يعني. انت عمرك حسيت ان وانت صغير ان في حد بيعاملك بعنصريه؟ طبعا. يعني مثلا ايه ان انت جاي من اسوان وان انت اسمر وان انت طبعا. هل حسيت بجد ان في حد ممكن؟ طبعا بجد. فانا ميزه العيال الصغيرين دلوقتي، انت قلت كلمه قبل ما نبدا يا كابتن، اللي انت بتخليهم بتنور لهم حاجات في حياتهم. لو حد جاي عنصريه، حد جاي يدوس عليك في حته، مدرب ما بيحبكش، كمل طريقك، اتمرن من وانت يعني والتزم، مالكش دعوه بحد. من وانت من يعني طبعا بجد يعني بجد من وانت كابتن. انا في مدربين هل حسيت ان بجد قول لي اصل الموضوع ده مهم جدا بالنسبه كابتن. لي. انا كابرال اول سنه دربني كان مستر كابرال، هو اللي طلعني الدرجه الاولى، كابتن احمد رمزي. وبلعب يعني بلعب. مشي كابرال، السنه اللي بعدها جت ناس ثانيه، مدرب من المدربين كان كابتن مدرب مش لازم مش مدرب لازم. كان في نجاده. مدرب مصري معاه. كان في بطوله عربيه في مصر حاجه و20 لعيب تقريبا، انا بره ال 22 ولا 23. انا كنت بلعب. هو اللي وصل. قال لي يلا انا ما بحبك كده، قال لي يلا انا ما بحبكش بالظبط، مع اني عمري ما اتعاملت معاه، عمري ما اتمرنت معاه، عمري ما عملت معاه حاجه. قال لي انا ما بحبكش في الوش. طب انت رايك قال لك كده ليه؟ مثلا هل قال كان متقال له مثلا مفيش حد كابتن. انا كان عندي 16 سنه، مفيش حاجه بقى مفيش حاجه بتقال. لما قال لك كده وحسيت بايه بقى؟ بس انا كابتن الحاجات دي علمتني ان انا ابقى قوي برضه. لما قال لي الكلام ده تمام ما عنديش مشكله، رحت راجع لفرقتي. كنت باخد الكور بالليل، كنا قاعدين في السكن بتاع النادي، كنت باخد الكور معايا بالليل، اخدها من العمال، باخدها معايا في الاوضه وانزل بيها الصبح، اقعد احط الاقماع في كل حته، اقعد ارقص في الاقماع واتمرن، وبعد الظهر اتمرن مع فرقتي تاني. ففضلت انت هتعمل معايا كده انا هرد عليك في الملعب. العب مع فرقتي، اروح جايب اجوان واكسر الدنيا. في الاخر لعبت غصب عني وطلعت ولعبت، لان انا كنت مصمم ان انا انت ما بتحبنيش بس انا هلعب. يعني هو خدمك بالكلمتين اللي هو قالهم؟ خدمني طبعا. وهو من غير ما يقصد. من غير ما يقصد هو كان عايز يخلص عليك. انت خدمتني. انت عارف انا برضو حتى يعني برضو حاجه غريبه جدا، انا لما طلعت مع الدرجه الاولى وانا صغير، فرحت لعبنا دوره مدارس في المغرب، وكان في يعني مدربين موجودين عندنا من نادي الزمالك، فاتطردت في ماتش مصر والتونس، اتطردت يعني. فجيت لقيتهم كلهم بيوصوا ان انا ايه ما اطلعش اتمرن مع الدرجه الاولى تاني، وراحوا منزلين لي تحت برضو يا شيكا ايه 3 شهور 4 شهور نسيوني. والله العظيم تصدقني الموقف ده اللي غير حياتي. برضو نزلت تحت قعدت اجيب اجوان واتمرن لوحدي وبتاع مره لوحدهم طبعا. ايه يعني احنا بنقول الكلام ده ليه يا شيكا؟ لان دلوقتي في ولاد كتير صغيره مع اول موقف صعب، مع اول مدرب بيرخم عليك، مع اول مدرب بيحاول يحبطك، ايه يقول لك انا لا انا الكوره انا عايز ابطل، يقعد في البيت بتاع. فمهم جدا القصه اللي انت بتقولها دي ايه، ان الولاد لازم يفهموا ان انت وانت في طريقك وفي سكتك مش كل الناس هتبقى معاك ومش كل الناس بتحبك، وايا كان انت مين بقى. انت في الاخر ممكن يكون واحد عايز يفضي مكان لابن مش عارف مين، ممكن يكون واحد بيعطلك عشان خاطر كذا. انت تقول ايه للولاد دي؟ بقول للولاد دي يا كابتن انت حط هدف قدامك وشوف انت عايز تروح فين. انت هتسمع كلامه، الكلام اللي انت تسمعه ده اللي هو يقول لك مثلا انت مش هتوصل، انت وحش، انت مش عارف. كان ده بيحصل طبعا. ناس تقول لك يعني رغم ان انت كنت فارق عن كل الناس اللي في سنك وطلع اكبر منك، كان في حد برضو يجي يقول لك لا انت برضو مهما عملت يلا مش هتعرف تلعب بتاع؟ لا مش توصل للدرجه الاولى، بص اللعيبه عامله ازاي وانت مش عارف ايه، مين بيلعب مكانك، كل الكلام ده يا كابتن خده من هنا يديك دافع اكتر ان انا اشتغل اكتر. بس انت دلوقتي يا كابتن اللعيبه الشباب اللي بتطلع هو طالع من تحت رافع اللياقه دلوقتي. احنا زمان ما كناش كده. احنا زمان لما كنا بنطلع ونشوف اللعيبه الكبيره دي ليهم احترامهم،
فلما يجي يقول لك اعمل كذا 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 هعمل. مم. دلوقتي اللعيب طالع من هو صغير رافع اللياقه. طب ايه اللي اتغير؟ ليه؟ انت ايه اللي اتغير؟ الشخصيات اتغيرت. المشكله كانت ولا التعامل ولا التعامل معاهم تحت لا انت دلوقتي في البدايه قلت لي مين؟ قلت لي كابتن نبيل نصير، سعيد الجدي، كابتن علي شرف، كابتن الجوهري. دلوقتي انت في نادي الزمالك، انا اتكلم عن الزمالك، الولاد الصغيرين. انا ودي حاجه يعني انا مش بسطاني خالص، اللي انا دلوقتي لما كنت بخش مدرسه الكوره زمان اعرف كل المدربين، دلوقتي ما اعرفش حد. فهو دلوقتي يا كابتن اللعيبه الشباب دي وهو صغير، صغير كمدرب لازم يكون نجم طبعا، ويكون لاعب ويكون لا او يبقى فاهم يعني. يبقى فاهم هو بيعمل ايه، لان انت بتبني بني ادم، بتبني لعيب كوره، صح. فانت لازم تقعد تنور له على كل الحاجات الغلط اللي بيعملها. بس احنا دلوقتي بقى المكسب والخساره هو اللي بيفرق. يعني لو لعيب جامد وبيكسبني وبيعمل حاجات 800,000 حاجه غلط ما بشوفهمش. بس انا شيكا برضه وما بيجيش التمرين ويلعب، فانت بتاثر عليه. بس انا بس اقول لك بصراحه في نادي الزمالك حتى احنا انا وانت واحنا صغيرين اتعامل معانا كده، انا وانت وجمال بالذات، يعني اللي هو كان بيعدوا لنا حاجات عشان احنا بنكسب الفرقه. ماشي، بس احنا كنا بنحب التمرين برضه. بس لا كنا بنحترم الكبير، بس يعني عمرنا ما يعني الكبير ده بالنسبه لنا ما خط احمر، مش هتوصل لهنا، هيقول لك 1 2 3 هتعمله. بس دلوقتي اللي انا بشوفه يا كابتن، يعني الفتره في نادي الزمالك دي شباب كتير طلعوا معانا وانت بتتفرج عليهم كده، لعيبه كويسه، لعيبه كويسه، بس شخصياتهم مختلفه عننا واحنا صغيرين. يعني تحس ان هو مش جعان، مش عايز. وبعدين هو عنده حاجه واحده في دماغه يا كابتن، احنا كان همنا اللي احنا عايزين نلعب كوره، انا عايز العب، عايز اوري الناس اللي انا لعيب جامد، هم عايزين يعملوا عقود حلوه، عقود حلوه. وغير العقود الحلوه انا عايز اوصل الكام صوره اللي هتتصور لي اللي انا متصور في الدرجه الاولى نادي الزمالك، وهمي اللي انا اخش اغير في اوضه اللبس اللعيبه الكبيره، مش هغير في الاوضه الثانيه، لا انا عايز اخش اغير هنا. طب ما افكر تلعب، الحاجات دي هتيجي، الفلوس هتيجي، هتخش تغير في اوضه الدرجه الاولى هتخش. بس احنا دلوقتي يا كابتن ما بنفكرش في اللعب على قد الهاله اللي حوالين اللعب بس. وانت حاسس ان الاجيال اتغيرت طبعا. بس عايز اقول لك على حاجه بطمنك، يعني عشان عارف ان دي حاجه هتفرحك زي ما بتفرحني يعني. الحمد لله باذن الله، يعني احنا جبنا الفلوس بتاعه تغيير الملاعب. الشركه بتاعه الملاعب كان عندنا اجتماع معاها انا وكابتن حازم وكابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد، وان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي هيبتدوا شغل في الملاعب. يوم 15/6 هتخش نادي الزمالك الملاعب الفرعيه، مش هتصدق نفسك. خلاص بنعمل هنخش نتمرن في الملاعب الفرعيه، ملاعبين. لا انتوا رايحين خلاص. انا خلاص من 1/11 4 ملاعب طبيعي وفندق للفريق الاول، اوضه لبس بسبا للفريق الاول، قطاع الناشئين. بص يعني والزمالك محتاج كده. فانا مبسوط جدا الفتره دي لو جايبين اللي انت قربت وحازم قرب. طبعا انتوا ولاد النادي ده، وانتوا اللي تعبتوا في النادي ده، انتوا عارفين، انتوا عارفين ان الزمالك عايز ايه. بس احنا عندنا مشكله في نادي الزمالك يا كابتن، حتى وانت بتحب نادي الزمالك وعايز تساعد نادي الزمالك، في ناس جوه النادي هتشاور عليك برضه، عايزه زي اللي احنا بنقوله واحنا بنلعب واحنا صغيرين، اللي في ناس بتقول لك انت مش هتوصل، انت مش هتروح. في ناس جايه عايزه ميدو وكابتن حازم تساعد وكل حاجه، والناس دي بقلبها بتساعد لان هم فعلا بيحبوا الزمالك، هم مش محتاجين حاجه من الزمالك، هم بيحبوا الزمالك فعلا. يعني مش بيمثل ان هو بيحب الزمالك، بس هتلاقي ناس جوه النادي بتحب تعمل ايه يا كابتن، يعني صوره ميدو فوق، لا انا هقعد اكسر في ميدو ليه كده. بس والله شيكا اتعلمت، وانت يعني ربنا يعني تلعب ان شاء الله اطول فتره ممكنه. اتعلمت ايه، ان انا ولا يهمني الناس دي، انا في النهايه بخدم الزمالك مع مرتضى، مع حسين لبيب، مع ممدوح عباس، مع كمال درويش، مع ايا كان مين، انا بخدم الزمالك وتحت امر الزمالك. عايزين نبقى بره، انا بره، بس برضو اليوم اللي اشوف فيه حاجه غلط هتكلم اقول النصيحه، فاهمني. فالقصه بالنسبه لي في ناس ما بتحبش كده، لا مش عايزين، في ناس ما بتحبش كده، مش بتحبش النادي الزمالك يبتدي يروح على الطريق الصح. لا احنا عايزين نفضل في الدوامه بتاعه المشاكل، محدش بيقعد يقول لك اللي هنا في حاجه غلط فانا عايز اروح اصلحها. ما عندناش كده. انا عايز في ناس عايشه على المشاكل ده، هم عايزين على العشوائيه بس عشان افضل انا موجود وانا بكسب. هو المكاسب بتاعتهم من العشوائيه، بس لو في نظام. بس انا وعدك هيتشاور عليك، بس انا وعدك يا شيكا، احنا ان شاء الله يوم يعني 13
في حد جاي جامد جدا هيمسك اصل الناس فاكره ان ميدو وحازم عايزين يهيمنوا على قطاع الكوره وبتاع، دي مش حقيقه. احنا اضطرينا ان احنا نقوم بادوار مش بتاعتنا عشان ما كانش في اي حاجه. لا وفي حاجه تانية يا كابتن بابا، انتوا بتشيلوا شيله مش بتاعتكم. لا عادي. يعني انت بتصلح غلط، فلما تيجي تصلح غلط المفروض انا احترم انك جاي بتصلح غلط مش شايلك. ودي مهمه جدا، لان احنا دي موجوده في النادي عندنا. انت جاي بتصلح غلط، حاجه مبنيه غلط، فانا جاي بصلحها، انا جاي اساعدك. فالمفروض الراجل اللي جاي يساعد الناس تساعدك، مش تقطم فيك. ان شاء الله باذن الله هنعدي المرحله دي ان شاء الله باذن الله. الزمالك هيبقى في حته كويسه، الموضوع مش هيتغير في يوم وليله طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله احنا كلنا في مركب واحده، ومهما كانت مين الناس اللي وحشين في وسطنا مستحملين، مفيش عندناش اي مشكله، لان عندنا هدف واحد ان احنا نحط الزمالك في حته كويسه. في موقف انا بقول ان هو يحسب لك، ولكن الناس واخدينه عليك اللي ما بيحبش شيكابالا. في ناس تيجي تقول لك ايه، شيكابالا راح الاهلي وكان هيمضي في الاهلي، وانا عارف الحقيقه، فعارف ان شيكابالا الاهلي كانوا مرحبين بيه جدا جدا، ومانويل جوزيه بيموت في شيكابالا، والفلوس كانت مفتوحه لشيكابالا، سواء الغرامات اللي عند باوك او العقود الشخصيه ليك. وانا بقول ان يحسب لشيكابالا ان رغم تجاهل مسؤولي الزمالك ليه، ورغم ان الناحيه الثانيه، لان انا بقول الكلام ده يوثق للتاريخ، انا مش عايز حد في يوم من الايام ياخد على شيكابالا يقول لك ده طب ما شيكابالا كان هيروح الاهلي. انا عايزك بقى دي بتتقال كتير، دي بتتقال كتير. ما بيقول لك ميدو هرب وهو صغير، ماشي، وانا هربت رحت العب في مراكز الشباب، انا رحت العب بره ورجعت، ده انا بقعد، انا مشكلتي ان انا كنت برجع باي وقت عايز ارجع. فبرضه انا برضه للتاريخ يا شيكا، معلش يعني لازم توضح لي الحته دي كويس. بص يا كابتن، هو الناس اللي بتقول كده دي انتوا ما تفكروش 1% اللي احنا بنعشق الزمالك. مش محتاجين نطلع نقول كده طبعا، بس واحنا صغيرين انا لما رجعت من اليونان، مين اللي في مصر ساعتها معاه فلوس يقدر يدفع الفلوس دي؟ اللي هي $1 مليون مثلا. مين؟ الزمالك والاهلي. حلو. الزمالك 5 مرات يجيبوني النادي ويقفلوا تليفوناتهم ما حدش يقابلني. طب ليه؟ كانوا عايزينك تبقى موجود؟ ما اعرفش مين يعني. واحنا ساعتها كنا 13 على الدوري. 13. طب مش عايزينك ترجع تاني؟ مش عايزين يدفعوا الفلوس، مش عايزين يشيلوا الفلوس دي. ساعتها ما كانش فيه فلوس اصلا. مش يعني كان لسه ما فيش اصلا. فاللي هو يا شيك احنا عايزينك وعايزينك تيجي معانا ومش عارف ايه وبتاع. اوصل النادي مش حد يقابلني. ماشي. تاني مره ما حدش قابلني. تالت مره، رابع مره، خامس مره، خلاص هبطل كوره، هعمل ايه؟ والناحيه الثانيه هم كل يوم احنا عايزينك وانت، وفرقتهم جامده جدا في الوقت ده، يعني اجمد فرقه النادي الاهلي شفتها الفتره اللي هي الفرقه بتاعت جوزيه دي، بتاعت ابو تريكه ومتعب وفلافي وبركات منتخب مصر شوقي. بس انت ما بتفكرش بالعقل، انت بتفكر بقلبك بقى. انا عايز اروح الحته اللي انا بحبها، اللي انا هبقى مرتاح فيها نفسيا. فبعد 5 مره ما خلاص انا ما هعمل ايه؟ فابتديت ابص طب هروح فين؟ فماشي، رحت قعدت معاهم، قعدنا واتكلمنا في الاهلي. كان احساسك ايه لما دخلت الاهلي؟ احنا اول مره كان معايا واحد صاحبي اسمه بشير، اول مره رحت اتمرن هناك بالليل، فتحوا لي الملعب بالليل عشان اتمرن، وانا جايب معايا في الشنطه، كنت جايب معايا تيشيرت ابيض. انا مش هنا، انا جاي في الحته غلط. وعادل الكعلة وكان قاعد معايا ساعتها، قلت له طب افرض دلوقتي اهلي والزمالك بيلعبوا وانا قاعد احتياطي والزمالك جاب جون، فانا غصب عني هقوم اعمل مثلا كده، انا بطلت كوره. قلت كده لعادل الكعلة؟ والله العظيم. قال لك ايه؟ قال لي لا ما انت لما تيجي النادي الاهلي هتحب النادي الاهلي بس انا ما كنتش مش هقدر. بعديها على طول استاذ ممدوح عباس. لا عشان كده الراجل ده ليه حته في قلبي مختلفه عن كل الناس طبعا. لان الراجل ده هو راح مكلمني قال لي انت عايز تعمل ايه؟ قلت له انا عايز العب في الزمالك. قال لي خلاص تعالى، ولعبت في الزمالك. وساعتها الاهلي ما يقدرش يطلع بالعقد، اللي هم يقول لك يطلع عقود، انا اصلا مش على قوه باوك.
فده ملوش لازمه. واعتذرت لهم قلت لهم يا جماعه، واعتذرت، لا يا جماعه انا مش. قلت لهم يا جماعه انا مش هقدر ان انا على فكره كان مهم جدا ان الموقف ده يوضح، لان انا بقول لكم حته ان شيكابالا كان هيروح الاهلي ده الناس مش عارفه الحقيقه. التفاصيل بتقول ان الموقف ده يحسب للراجل ده مش يحسب عليه، لانه كان عنده كل الفرص ان هو ممكن يروح والراجل في النهايه هو قلبه جوه الزمالك، هو عارف ان هو ما يقدرش يلعب في مصر الا في نادي الزمالك. شيكا الناس بتقول ان شيكابالا شال الزمالك على كتفه 10 سنين. الفتره اللي هي يعني ما كناش بناخد فيها بطولات كفايه، اللي هي الفتره ما بين 2005 لغايه 2013 و2014 اتغير عليك اجيال ولاعيبه كتيره جت ومشيت وانت رحت وجيت وكل حاجه. توصف الفتره دي في تاريخ الزمالك ازاي؟ هي فتره بالنسبه لنا كرويا كانت فتره كويسه ليا انا كشخص يعني، بس كالزمالك لا طبعا فتره وحشه ما بحبش افتكرها، لان انت بتلعب مع ناس ما كانوش يحلموا يعدوا من قدام الزمالك ومش عاجبهم. هي دي النقطه. فالاول هو بيبقى حابب ومبسوط اللي هو جاي الزمالك، فلما بيجي يخش الزمالك هو بيبقى حاسس اللي هو لا انا عايز فلوس اكتر، انا مش عارف عايز ايه، انا عايز ايه. انت اصلا ما تعديش من قدام النادي، بس هي الظروف حكمت انك تيجي تلعب وتلبس شيرت الزمالك. المشكله في الفتره دي كانت اللي الفرقه بتاعتنا فضيت، كل النجوم بتوعنا اللي احنا اتربينا عليهم مشوا. اللي هي الفتره دي كلهم مشوا، حسام وابراهيم وبشير والاباني كل الناس وابو العلا وجمال حمزه. وده الغلط اللي حصل كده مره واحده، ما ينفعش مره واحده. يعني انت جيت بعدها بفتره كنت عايز تبني فرقه صح، فانت شاورت ده لازم يمشي وده لازم يمشي وده لازم يمشي، بس عملتها بالعقل. خدت كاس مصر مع شويه شباب، وهي دي كانت بدايه التغيير كانت من عندك بالظبط. وبعد كده كان بعد كده مشيت باتشيكو وفلان، بس عشان انت عملتها صح، تنظف صح وتبني صح، وفي الاخر انت شاورت انا في لعيب هنا، لعيب صغير تعال انا هتتمرن معايا، لعيب صغير هنا تعال هتتمرن معايا، وفي الاخر خدت بيهم الكاس. هي دي الفرق كانت. بس في 2005 انت رحت ممشي كل الناس، الهويه بتاعت الزمالك ما بقتش موجوده. يعني ساعات واحنا صغيرين يا كابتن وطلعت الدرجه الاولى وبنلعب ماتش، اللعيبه دي هو بتسخن الناس بتتفرج عليهم. انت عندك حسام وحازم ونجوم ومدحت عبد الهادي ومحمد، انت الناس بتقعد تتفرج عليهم والله يا شيكا انا بص، انت ممكن تكون ما لحقتش الكلام ده. انا كنت وانا ماشي مروح اقعد اتفرج على يعني انا فاكر كويس قوي سنه 91 92 كده، انا فاكر كويس جدا. على الجون كروسات طارق يحيى بيرفع لجمال عبد الحميد، وجمال عبد الحميد ده انا بالنسبه لي وكان بيربط ايديه كده ويروح طالع بدماغه حاططها اوفر تاني من الناحيه. كنا بقعد اتفرج في السور اللي ورا ده، فاكر كان زمان في السور اللي كان جنب الجيم ده. انا مش مصدق ان انا بتفرج على جمال عبد الحميد. يعني القصه دي الحته دي يعني، هل في رايك قول لي بصراحه، انا هقول لك حاجه في حته ثانيه خالص بس انا بحسها وما اعرفش انت رايك ايه. انا بحس ان من اول لما استاد حلمي زموره اتهد ان نادي الزمالك ما بقاش نادي الزمالك. طبعا صح طبعا. هل نفسك الاستاد ده يتبني تاني؟ في حته اتكسرت عندنا يا كابتن، حاجه كده جواك ان وبعدين كانت ميزه للفرقه ان المدرج ممكن يتملي، المدرج موجود. فالناس زمان انت حضرت كانت بتتفرج على التمرين، فاللعيبه ما بتتمرنش كويس هم شايفين، فانت بتتمرن غصب عنك. اللعيب اللي عايز يعمل مشكله مش هيعمل. انت نفسك الاستاد ده يتبني تاني؟ طبعا صح طبعا صح، احنا اتربينا عليها. انا نفسي يتبني تاني طبعا، بس طبعا. عايز اقول لك على حاجه، الاستاد ده لازم يتبني ايا كان ايه اللي يحصل في الفرع الجديد ايا بس كان. الفرع الجديد في ملعب من ملاعب الدرجه الاولى في مدرجات ل 12000. دي ميزه، مدرجات محترمه بكراسي، بس احنا الملعب ده لازم يتبني تاني، لان دي الهويه بتاعتنا. انت بتطالب ان ملعب حلمي زموره طبعا احنا اتربينا عليها. هل حسيت ان في ناس جات لنا في التاريخ عايزين يطمسوا الهويه بتاعت عايزين التاريخ يبدا من عندهم؟ وده عمره ما يحصل. عمره ما يحصل. التاريخ هيبدا من واحنا صغيرين لحد ما ربنا يفتكرنا، من اول ما النادي اتاسس. هو ده الزمالك اللي احنا حبيناه وطلعنا عليه. فانت هتيجي تبدا عايز التاريخ يبدا من عندك، عمرها ما هتحصل. انا عايزك اقول لك بصراحه اخر حاجه اكلمك فيها في الزمالك. انا بجد يعني لما كنت بعيد، ومش بقول كده يعني انا الحمد لله مش محتاج ان انا يعني يعني اجامل حد ولا حاجه، الناس كلها حبايبنا، بس انا بجد لما كنت بعيد كنت بشوف ممدوح عباس مع حفظ الالقاب يعني بصوره تانية طبعا.
ولما قربت لقيت ان الاستاذ ممدوح عباس ده فعلا راجل عايش 80% رغم مشاغله، 80% من حياته بيفكر في الزمالك وبيفكر ازاي يخدم الزمالك، ولازم كل يوم بيعدي. يعني انا بعمل كده بصراحه على سكيل ايه، على حته اصغر. يعني انا ايه لما بروح النادي الصبح كده مثلا ايه، حتى لو حركت كرسي من هنا لهنا بقى انا النهارده تبقى خدمت مبسوط. انا مبسوط. انا لو قلت للعيل صغير كلمه كويسه نفعته انا مبسوط. لقيت في مشكله في الحته الفلانيه حلتها ان شاء الله دفعت 5000 جنيه بس انا مبسوط. انا مبسوط ان انا الحته دي عندي. لا وحاجه ثانيه ممدوح عباس كده. هفكرك بحاجه. عايزك تدي في بجد مره عشان الراجل في ياخد مره حقه. في مره ما هي دي مشكله الزملكاويه يا كابتن. انت الناس بتقعد تسمع الدوشه من بره بس ما تعرفش اللي بيحصل جوه. انت مره مش عارف تفكر ولا لا، كانت اللعيبه الناشئين بتوعنا مش لاقيين الباص بتاعهم اللي هيسافروا بيه اسكندريه عشان عندهم ماتش. مين اللي جاب الباص؟ انت اكيد انا طبعا. انت طلعت قلت كده قبل كده؟ لا ما قلتش. انا ما بحبش اصلا. هي دي الفكره. انا ما بحبش اي حاجه تسيء لينا او بيعمل كل حاجه صح ما بيقولش. ايوه الناس ما تعرفش هو بيعمل انا ايه. عايزك بقى انت تقول هو بيعمل ايه. بس مستر ممدوح ده يا جماعه قول بقى. يعني انا يعني شهادتي فيه مجروحه. الراجل ده بيعمل حاجات لنادي الزمالك يا كابتن، وانت لما قربت الفتره اللي فاتت دي انت شفت بقى بعينك. شفت بصراحه. الراجل ده هو عايش للزمالك، بيدفع ارقام مهوله، علاج لعيبه كل حاجه. انت كابتن احنا بنكلمه عندنا مثلا مشكله في مين هيسافر يعمل عمليه، هو اللي بيسفره وهو اللي بيقعده شهرين ونص بره مصر. هو يرجع عايز يرجع تاني عشان يكشف هو اجهزه غرامات على الزمالك. يا كابتن الغرامات دي ارقام غير طبيعيه. دي ناس عملت كوارث في نادي الزمالك. مين اللي بيشيلها؟ الاسبوع ده هندفع 120 مليون جنيه. والله حاجات بقى لها قد ايه؟ لا بقى لها فتره. باتشيكو. فهتكلمه يا مستر ممدوح. هو امنيه حياته بس هو بيتفرج على التلفزيون يشوف الزمالك بيكسب. طب انا اقول لك مش عايز حاجه. طب انا اقول لك يعني حاجه مطروحه وقول لي ايه رايك فيها، او انت بتنادي بيها ولا لا. هل بتتمنى ان دلوقتي ان شاء الله في حياته ان الاستاذ ممدوح عباس يبقى الرئيس الشرفي لنادي الزمالك؟ طبعا. وبعدين هم بيقولوا لا انا اقول لي في ناس بتقول اللي ممدوح عباس هو رئيس نادي الزمالك. الكلام ده مش صح يا جماعه. رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب. كابتن استاذ ممدوح بيساعد والناس بتساعد. طبعا زي ما ميدو بيساعد، زي ما مستر عمرو الجناني بيساعد، زي ما مستر محمود الجمال بيساعد. الناس دي كلها بتحب الزمالك بتساعده. استاذ مدحت واستاذ جمال كل الناس دي بتحب الزمالك عايزين يساعدوا الزمالك وكابتن حسين. فكل الناس دي جايين يساعدوك. بس الناس بتاخدها في حته ثانيه عشان عايزين الناس دي تبعد. يعني هو هيفضل يخبط يقول لك اصل مستر ممدوح هو رئيس النادي، اصل محمود بيه الجمال هو بيوقعوا ما بين الناس وبعض. بيوقعوا الناس. لا والكلام ده مش صح يا جماعه. الناس دي ما عندهمش شغلهم الشاغل بس اللي الزمالك يبقى كويس، بس مش عايزين حاجه من الزمالك. صحيح. الفتره من الفترات الحلوه قوي ليك بصراحه فترتك مع كابتن حسام حسن في الزمالك. حسام حسن وابراهيم حسن اتعاملوا معاك نفسيا، خرجوا النسخه دي من شيكابالا ازاي؟ هو كابتن حسام وكابتن ابراهيم برضه هم شخصيتهم قريبه مني شويه. بيعرفوا يعاملوا اللي هو لا وما بيحبش يخسر وما بيحب او عايز يكسب على طول فلما كابتن حسام جه هو عنده الحته دي. بعيد عن التدريب وبعيد عن كل حاجه، بس هو عنده الحته اللي انا عايز اكسب. مع ان احنا ما كناش فرقه جامده جدا، فهو زرع في الناس اللي هو ايه، لا احنا فرقه جامده، احنا الزمالك، احنا عايزين نكسب، احنا فلما انت بتلاقي حد شبهك في الحته دي بتبقى عايز تزق معاه. والتعامل معاه كان سهل بصراحه. يعني انا بالنسبه لي كابتن حسام التعامل معاه كان سهل جدا، لان هو فعلا هو خد بالك هو برضه عايش للكوره. بس كابتن حسام بعد فترته دي الاولانيه مع الزمالك كابتن ابتدى يسمع لناس خدته بحته بعيده عن شغله، اثرت عليه. قصدك ايه يعني هو في الزمالك كان مركز في الكوره بس في الشغل. انا عايز اكسب، عايز انجح، عايز اعمل. بعديها بفتره ابتدى يسمع لناس خدته في حته بعيد عن الحته اللي هو بيحبها، الكوره. انت ركز في الحته دي بس يا كابتن حسام، انت بتحب الحته دي وشاطر في الحته دي اللي انت تطلع من كل واحد اقصى حاجه عنده.
فابتدى يبقى مشتت اكتر. ودي اثرت عليه. تقييمك ايه لفترته اللي فاتت، فترته اللي فاتت مع المنتخب؟ بص يا كابتن، احنا اي مدرب مصري هيجي يمسك منتخب مصر هيتهاجم ايا كان هو مين. احنا دلوقتي، حتى انت دلوقتي في منتخب مصر يا كابتن، جماهير الكوره بتاع المنتخب ما بقاش في جمهور منتخب مصر. يعني زمان وانت بتلعب في المنتخب كان الاستاد بيبقى عامل ازاي؟ كان جمهور الدرجه الثالثه هو اللي بيجي معظمه، ولا وجماهير جايه تتفرج على منتخب مصر. اهلي، زمالك، اسماعيلي، كل الناس. دلوقتي انت لما منتخب مصر بيجي يلعب بيبقى معظمهم على فكره دعاوي من الشركات الراعيه، جمهور بس مش جمهور كوره حقيقي. ابتدى جمهور الكوره يبعد. ليه؟ انت في رايك جمهور الكوره ابتدى يبعد عشان ما بقاش متعود ان هو يروح يشجع فريقه كل اسبوع؟ يعني زمان انا احنا كنا بنروح ماتشات منتخب مثلا، ليه؟ لان انا متعود اروح اشجع الزمالك كل اسبوع، فالمدرج بالنسبه لي بقى عاده. دلوقتي ان ما قعدت سنين ما فيش جمهور، والجمهور عشان احنا دلوقتي خدناها كابتن كانها اعلانات. الناس رايحه ماسكه الموبايل بتصور. انا النهارده جاي عايز ابين حاجه، انا جاي عندي مثلا ماضي مع اي شركه، فانا جاي اصور للشركه دي، مش جاي اشجع منتخب فيزيت. يعني ده مش جمهور الكوره، ده مش جمهور الكوره. جمهور الكوره ده كابتن اللي احنا اتربينا عليه، اللي هو ما يبقاش معاه في جيبه الا على 10 جنيه بتاعته ويروح يدفعها عشان يروح يتفرج على الزمالك او يروح يتفرج على المنتخب. دلوقتي جمهور الكوره ده بيعد. وبعدين احنا برضه يا كابتن لازم نقلل لهم التذاكر شويه، لازم نجيب اسعار التذاكر، يعني التذاكر لازم تقل شويه، لازم تجيب الجماهير دي وتسهل لهم عمليه الدخول والخروج. لان الناس دي فعلا هي بتحب الكوره، الناس دي عايشه على الكوره. الواحد ممكن يبقى في حياته ما تعسفوش، قاعد في بيته متضايق ومخنوق، المكسب ده اللي يطلعه للسما ويخليه مروح لبيته مبسوط فعايزين نجيب الناس دي تاني، لان الجمهور الكوره مختلفه عن الناس اللي انا بشوفها دلوقتي في المدرج. شيكا، اكتر لعيب وانت صغير كنت بتحبه مين؟ احمد الكاس. ها؟ لما جه الزمالك ولا قبل ما يجي الزمالك؟ اما الزمالك انا شفت حضرته في الفريق بتاع الاحلام ده. غير طبيعي. كاس كان لعيب كامل، صح؟ انا شايف ان ده ما خدش حقه في التقدير، يعني لان ده لعيب كبير جدا جدا جدا. لا هو لعيب كبير، انت عارف ده جاب كميه اجوان، كان بيطلع هداف الدوري. لا عنده يا كابتن، عنده ميكس غريب، عنده ميكس غريب، كور ثابته وترقيصه بدماغه، بيلعب بدماغه، عنده ميكس مش موجود دلوقتي. عنده يعني بيعمل كل حاجه، بيرقص وبيشوط، بيلعب بدماغه وفاولات. طب مين بره كنت بتحبه؟ انا رونالدينيو، هنري، تيري هنري، رونالدو طبعا، رونالدو فينومينال، ميسي، نيمار. انا بحب كل الناس اللي هي ريفالدو ما كنتش ليه، وريفالدو طبعا. ريفالدو لا ده كان بتاع برشلونه، وده حريف بس بطريقه مختلفه. يعني عنده قصه هو حمام ابراهيم بالظبط. ده عنده والله العظيم عنده قصه مختلفه. على فكره حمام ابراهيم ده كان لعيب جامد بتاع الاسماعيلي، بجد مش بهزر طبعا على طول. لا كان لعيب جامد قوي طبعا، كان بيجيب اجوان وبيلعب فاولات كان قوي. الناس ده جت يعني ريفالدو برضو كان مختلف. وبعدين لما غير مكانه خد احسن لعيب في العالم. ايوه. فهي عشان كده المدرب يا كابتن اللي احنا مفتقدينه دلوقتي المدرب اللي هو عينه حلوه، اللي هو يبص لا انت ممكن تلعب هنا، لا انت ممكن تلعب زي ما انشيلوتي. على فكره انت عارف ان بيرلو طول عمره كان نمره 10، يعني اصلا بيرلو من ناشئين انتر على فكره، وبعد كده طلع اعاره سنتين كان بيلعب 10. بعد كده انشيلوتي لما بنى الفرقه بتاعت الدايموند دي تمام، هو وسيدورف وجاتوزو، راح قال لك ايه؟ قال لك الراجل ده لو عنده وقت بص اللي انت بتقول عليه تغيير نظم مدرب، قال لك الراجل ده لو بيلعب من حتت بدري شويه وعنده وقت على الكوره هيبقى اجمد. فراح مجربه 6، فكل الناس ابتدت تشتم انشيلوتي، انت عندك جاتوزو هيلعب هنا وهتلاعب بيرلو اللي هنا. قال لهم اصبروا، والله العظيم انا شفت بقى هو ده الاختلاف راح حطه في الحته دي. بيرلو بقى بيرلو. على فكره كان لعيب عادي جدا، يعني انت لو شفته 10 عادي ما يزيدش، مش هيستلم بظهره مش عارف يستلم بين الخطوط طب انت بتشوف كابتن جوارديولا وجوارديولا انا بس جه من تحت مسك برشلونه غير الهويه. احنا كنا متعودين رقم 6 ده اللي هو بيضرب ويكسر انت عارف ان ريكارد ما كانش بيحب جافي وانيستا وكده، كانش بيحبهم. كان بيقول لهم انتوا قصيرين عشان طريقه لعب مختلفه. ونحن متربيين على جاتوزو وعلى الناس اللي بتضرب وتجيب الكوره. فهو لا خلاهم كلهم عاملين كده، بس معاهم الكوره، ما هي كابتن هي كوره واحده. عنده وقت بيروح فالكوره معايا مش هيجي فيها جول. طب انت بتشوف ان الفكره دي اتحققت بشكل ما مع جوميز وعبد الله السعيد طبعا سقطوا لتحت؟ طبعا. كابتن احنا الفرقه بتاعتنا مبنيه على اللي احنا نلعب كوره، يعني اللي احنا الحاجات. جوميز مدرب صايع في الكوره بجد. الزمالك خسروا طبعا
مم. وهي دي المشكله. خسروا ليه يعني؟ كانت ايه خسروا. اهم ميزه ليه؟ اهم ميزه اللي هو بيعرف يتعامل مع اللعيبه، لا وبيعرف الميزه بتاعت الهويه بتاعت فرقته. انا الفرقه دي هم لازم يبقى معانا الكوره، ما نقعدش احنا نجري ورا الكوره. في الماتشات الكبيره الفرقه دي ديزايند لكده. الماتشات الكبيره كلها هتلاقي اللي احنا معانا الكوره، فما بنتعبش، احنا معانا الكوره بنلعب. لما جوميز اتغير كان لازم تجيب حد شبهه نفس الفكره. فانت جبت مستر جروس مش نفس الفكره. فهنا الخلل حصل. قعدنا احنا هنا ولا هنا عايزين نلعب بنفس الطريقه، لا انا مش عايزك تلعب كده. اللعيبه حست بكده طبعا. يعني انت تتمنى للسنه الجديده للزمالك مدرب بيلعب كره هجوميه، بيلعب كوره. احنا من واحنا صغيرين الزمالك بيلعب كوره، هويتنا بنلعب كوره وكوره حلوه كده. يعني الزمالك جمهور وانت بتتفرج عليه كده والزمالك بيلعب وحش وكسبان بيبقى الواحد مروح مش مبسوط. بس تخيل وانت بتلعب كوره وبتلعب كوره حلوه ومكسب، الراجل بيبقى الناس جماهير الزمالك بتحب الكوره. بس فكر كويس بشجع السنغال. يلا شباب، ده الفرق ما بين جمهور الزمالك واي حد طبعا. شيكا رتب لي احلى 3 اجوان جبتهم في حياتك، احلى مش اهم. 3 2 1 وانا هراجع معاك عشان انا في جوان هجيبها لك انت ماشي. مش هتلاقيها. ها اول جول ليا عشان انا بحبه. لا الثالث. او قول لي اهم جون كذا، الثاني كذا. اهم جول ليا بالنسبه لي انا اول جول ليا اللي هو في المحل اللي هو رقصت فيه ده، اللي رقصت فيه عشان ده اول جول ليا. انا بقى يعني بحبه. ماشي. الجون بتاع المصري في المصري اللي انا جبته بسن رجلي ده بحبه. والجون بتاع الشرطه بحبه اللي هو نص الملعب. ايوه نص الملعب. هم الثلاثه والله. والله. وبرده عارف في جول حلو قوي ايه، الجون اللي انت جبته في الشناوي في نهايه القرن. ده جون عالمي. ده جون حلو اصلا. خلي بالك الميزه ان انا طبعا ما كنتش بتفرج، خلي بالك طبعا انت ما بتعرفش ان انا الحاجات دي كلها ما بتفرجش عليها. لا انت عارف كده ولا لا؟ انا كل الحاجات دي انا باخد العربيه وامشي واشغل مزيكا. ما انا عارف. واشغل مزيكا وامشي، وبعد كده اروح متصل بعويس، ها يقول لي ايه؟ فاتصلت بعويس قال لي شيكابالا جاب جون في المقص. فاكر لما كلمت عويس قلت له الحقيقه، لما عويس قال لك لما انت قلت له الحق الواد شيكابالا عمل زي لما طلع مع كابتن حسن. اصل انا شايف النقطه دي يا كابتن بجد. انا شايف يعني موضوع كابتن حسن اللي انا طلعت لما طلعت متضايق وبتاع. انا عامل ماتش عالمي الماتش ده واتطرد مننا حد فهو غيرني. فهو التغيير عادي، ما انا كنت بتغير ما بتكلمش. بس هو من 3-4 ماتشات يجي يطلع احمد حسن ما رضيش يخرج يطلعني انا. فالماتش اللي بعده يطلع احمد حسن يقول له لا يطلعني انا. فثالث ماتش يعني ده اللي حصل. فقلت له لا بقى كابتن. يعني فعلا كان بيحصل. ايوه فانت ما هو مش طبيعي كابتن واحد غيرك هتتخانق يعني. فلا بس انت دلوقتي كابتن حسن حبيبك حبيبي بس هو طلع من فتره قال الكلام اللي هو قاله يا كابتن بجد ما حصلش. معلش اللي هو قال اللي انا ما بحبش المعسكرات. ما انا لحد دلوقتي بلعب كوره، ما كنت بطلت من زمان. لا ده مش صح اللي هو بيقول لك في المنتخب اللي انا ما بحبش المعسكرات دي مش حقيقه. ده مش صح. بس على فكره اللي هو اداني حقي في الكوره ده مش حقيقه. لان انا ما كنتش بحب العب يا كابتن في منتخب مصر. الناس تقول لك شيكا ما لعبش منتخب مصر كتير. انا ما بحبش منتخب مصر كتير عشان هو انا عايز العب بطريقتي. يعني انت هتقول لي احنا طريقه اللعب كذا دي بتاعتك، بس الهويه بتاعتي اللي انت جبتني عشانها انا ستايل عامل كده. فما ينفعش تيجي تقول لي مثلا وانا قبل الماتش بتلعب ما تلعبش كوره بكعبك. مش هعرف. كنت بتحس ان ده بيحجمك ومش هعرف هبقى واحد تاني. وفي لعيبه تانية كابتن حسن كان بيسيب لها حريه كبيره. فلا. طب بس انا اقول لك على حاجه بقى بجد. انا كان عندي طبعا طول عمري مشاكل مع كابتن حسن كبيره يعني. بس انا اقول لك والله الراجل ده طيب. الراجل ده والله افتكرت قبل بطوله افريقيا لما كنا قاعدين انا وانت، كنت قاعدين انا وانت في الاوضه. مشاني فيه عمال يقول لي لا شيكا انت مش كابتن حسن مش هياخدك، انت هتطلع بره البتاع. فجينا بالليل لقيت فيدو مش موجود. قلت له ما لازم واحد فينا انا وانت يبقى موجود، مش هيستحملنا على الاثنين. بس هو اقول لك على حاجه، هو برضه كابتن حسن انا لما بقيت مدرب في حاجات فهمتهاش. هو كان عارف ان هو مش هيبدا بيا، وهو مش هيبدا بيا ليه مش مشكله يعني مفيش عادي. بس هو عارف ان انا لو مش هبدا هبقى صداع ليه وهبقى كابوس ليه فانا يعني ايه. برضه على فكره كابتن حسن مشكلته ان كان في ناس حواليه وحشه كتير. يا نهار ابيض. وهو كابتن حسن كان بيسمع الكلام من هنا ومن هنا، وناس عشان هي ما عندهاش اي
فكره عن اي حاجه تانية في شغلها، فقوتها مع كابتن حسن بس ان هي توري له ان هم مهمين في حياتهم. فانا بقى خلي بيصدروها بالك بشكل. من ميدو، خلي بالك بتاع الناس دي والله. وبعدين يا كابتن هم ما كانوش بيحبوا اللعيب اللي عنده شخصيه. لا لا، احنا كنا مختلفين، ما عندنا شخصيه يعني. الناس اللي كانت حواليه دي لا طبعا. صح؟ طبعا. اتعاملت مع كابتن جوهر الله يرحمه؟ لا، كان نفسي كان يدربني. لازم ده. الله يرحمه كان نفسي يدربني. لان ده فعلا مختلف. مين احسن 3 مدربين اتعاملت معاهم في الزمالك؟ احسن مدربين كوره هنري ميشيل. هنري ميشيل الله يرحمه، مدرب عظيم. مستر فيريرا طبعا، ده فيريرا استاذ يعني. جوميز مدرب. كابتن احمد رمزي جميل. انا نفسي ده يبقى موجود في نادي الزمالك يعني. يا ريت من خلالك يا ميدو. والله بنحاول، بس الناس اللي بتحب الناس تحب الزمالك دي لازم تبقى موجوده، وده فعلا بيحب الزمالك يعني. كابتن احمد ده وانا صغير لما يجي يتكلم على الزمالك ممكن يخليك تعيط. والله العظيم هو بيتكلم على الزمالك والله يخليك تعيط. ويبقى فعلا هو متاثر وهو بيقول، فالكلام بيوصل لك. فالناس اللي زي دي يا ريت تبقى موجوده في نادي الزمالك. بس اقول لك على حاجه يا شيكا، يعني ايه نفسنا ان كابتن احمد يبقى موجود، بس في نفس الوقت اقول لك حاجه، في ناس كده معينه بتبقى انت ايه فرحان لها ان هي بعيد، لان انت عارف هم بيتاثروا قد ايه. يعني هو في ناس تعرف انا الاسبوعين اللي فاتوا دول يعني والله انا تعرضت لجميع انواع الضغوط يعني، وانا شغال ودربت الزمالك وانا عندي 30 سنه، بس انا بقيت اخد ادويه عمري ما سمعت عنها والله العظيم. انا باخد ما انت عشان كده عاقل ما شاء الله. والله يعني حاجات، لا وتاخد بنيات. انت مالكش اي ذنب الا ان انت بتحب الزمالك يا جماعه. انا لا خد بالك انت البراشيم دي ابتدت تاثر عليك عشان القميص اللي انت لابسه يعني. انت لو مش واخد البرشام ده مش هتلبس القميص. الالوان دي مش هتلبس. ده انا جايب لك واحد، زيه هديه. شيكا والله نورتني. انا بجد والله شرف لينا ان احنا انت هنا. لا انا والله الولاد بص انت مش متخيل، لو بصيت في عينيهم انا ممكن تكون انت مش واخد بالك، فرحانين بيك. على فكره عايز اقول لك على حاجه، فيهم اهلاويه كتير تمام، بس كلهم بيحبوك. وبعدين ومفيش، خلي بالك انا بقول لك الحقيقه بقى، مفيش اهلاوي بيفهم كوره وعارف الحقيقه الا لما يكون لازم يكون بيحب شيكابالا. وبعدين يا كابتن انت عارف انا مشكلتي مع القصه دي يا كابتن ميدو، اللي احنا كنادي الزمالك بنقعد نتحارب من كل الناس وبنقعد برضه ان احنا ناخد بطوله من هنا ونعمل هنا، مع ان احنا ما عندناش حاجه. انت بتحارب كانك مثلا بتلعب الزمالك بنروح نلعب في الدوري الانجليزي. كل الناس دي معاها كل حاجه وانت جاي كده باللوجو. احنا بنروح كده باللوجو وبالجماهير بتاعتنا. بس الناحيه الثانيه انت كل الناس بتساعدهم وده مش طبيعي. انتوا عايزين الكوره تبقى حلوه ولا عايزين فرقه واحده بس هي اللي تكسب؟ لو عايزين فرقه واحده اللي تكسب خلاص نقفل النادي، خلي النادي اجتماعي ونروح نخرج ونهزر ونلبس تيشيرت الزمالك ونلعب خماسي وننبسط. بس اللي بيحصل ده مش طبيعي، بالذات ان انت متابع دوريات العالم كلها وبتشوف مثلا ايه برشلونه ممكن بيجوا عليه شويه، ريال مدريد بيجوا عليه شويه. الناس بتقاوم بس في عداله على الناس كلها. بس في الدنيا يعني مش كده يعني، قريبه شويه. بس احنا هنا لا، الدنيا بعيده قوي، فلازم الناس في الدوله تساعدنا شويه وتقف معانا الزمالك، لان الزمالك يستحق اللي هو يبقى في حته احسن من كده. وبعدين لصالح الكره المصريه ان يبقى في منافسه اللي تبقى فيه منافسه. انت عندك دلوقتي الاهلي يبقى جامد، وليه بيراميدز يبقى جامد والزمالك يبقى جامد. يعني انا مبسوط جدا اللي بيراميدز هيلعب نهائي افريقيا. يستحقوا طبعا. الناس تعبت واشتغلت واتحاربوا وكل حاجه ووصلوا. ومعاهم فرقه جامده جدا. فانت ليه ما تخليش الزمالك والاهلي وبيراميدز والاسماعيلي؟ يعني انت الناس ما بتبصش على الاسماعيلي وتزعل. زعلان على الاسماعيلي بالذات ان انت ليك فتره حلوه في الاسماعيلي، الناس تزعل عليهم يا كابتن بجماهيرهم باستادهم ذكرياتك ايه بمدينه بتحب الاسماعيلي يا كابتن. كانت ايام حلوه صح؟ طبعا. الناس يا كابتن هي عايشه على الكوره، عايشين على الكوره. فانت لا، الاسماعيلي يستحق احسن من كده. في المحله لما كنا بنروح نلعب المحله في المحله وترجع كسبان. لا فرقه جامده جدا والجماهير كلها بتشجع المحله. انت دلوقتي بتروح تلعب، لو انا رايح العب المحله هتلاقي الاستاد في الزمالك، هتروح تلعب المحله هتلاقي الاستاد في جماهير الاهلي. زمان ما كانش كده، كانت فرقه الحرس كانوا جامدين جدا، بتروجيت كانوا جامدين جدا، الاتحاد كانوا جامدين. دلوقتي ما فيش يا جماعه. نفسك الدوري ده يرجع تاني يبقى فيه منافسه. المنافسه دي مش موجوده دلوقتي.
وبعدين فرقه الشركات كترت في الدوري بتاعنا، فالناس دي معاهم ميزانيه غير الزمالك. لا الزمالك ان شاء الله هتبقى كويس. فاشوف بقى ان شاء الله. نورتنا يا شيخ. قعدت اتكلم معاك اصلا كنت هقعد كام ساعتين هتروح تمرين وانا هروح في داهيه. نورتنا. انا مبسوط ومبسوط يا كابتن بجد والله العظيم ان في مكان في مصر عامل كده. الحمد لله. ربنا يكرمك وانت والتيم اللي معاك، الناس دي بتتعب وفعلا الواحد نفسه يشوف 20 واحد صلاح بيلعبوا. شيكا التشكيله المثاليه التاريخيه في الزمالك اللي انت شفته، بس خلينا اللي قبل كده. لا اصل انت شفته دي هتظلم مصر. لا اللي انت شفته ليه؟ اللي انت شفته يعني انا هحسب لك من اول الزمالك ده فيه لعيبه جامده جدا. ماشي ساعدني. ماشي ماشي هساعدك. جول كيبر اصل انا في ناس ما شفتهمش، خد بالك برضه. ماشي انت لا اللي انت شفته اللي انت وعيت عليه يعني. خليني احسب لك من 95 96. مين؟ قول لي اسماء. طيب ما هو نادر اللي انت شفته، نادر وأوسة وعبد الواحد والناس اللي انت لعبت معاهم بقى، الشناوي بتاع الجنش بتاع. لكن انت يعني قول لي احسن جون لعبت معاهم بصراحه. احسن جون في الحته دي ما هم اتنين. عبد الواحد وعبد المنصف. نادر ما اتفرجتش عليه كتير. نادر كان جامد خلي بالك، بس ما اتفرجتش عليه كتير. اتفرجت عليه بس يعني. انت بالنسبه لك ابو واحد وابو منصف. زعلان منه في حته ماشي مش هنسال. طيب باك رايت. من اللي انا لعبت معاهم، من اللي انت شفته في الزمالك، اللي فاكره لابس فانيله الزمالك. اصل انا سمعت اللي كانت يعني، انا شفت فيديوهات كانت محمد صلاح كان جامد. محمد صلاح كان جامد قوي يعني. شفت في التلفزيون محمد صلاح كان جامد. كان جامد قوي يعني. فماشي كانت محمد صلاح. مساكين طبعا كابتن الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف. ده كان مختلف طبعا، مختلف بجد يعني. لعيب شيك يعني. وجنبه فيه كتير قوي. مين يعني؟ في كابتن هشام، كان في مدحت عبد الهادي، اشرف قاسم، كابتن اشرف قاسم. ما بقول لك هتظلم ناس كتير. ده كابتن اشرف قاسم ده كمان كان كارثه في الكوره. طبعا ربنا يديله الصحه والله يا رب يعني. من الناس المحترمين وباك ليفت كابتن. انا بحب كابتن احمد رمزي. رزه طبعا. يعني بحب كابتن احمد رمزي. 6 كابتن اسماعيل يوسف. 8 بقى في ناس كتير يعني. شوف محمد حلمي كان لعيب كبير قوي. كابتن محمد حلمي كان لعيب كبير قوي. و10 احمد الكاس طبعا. خباك في ناس وجنبه حاسم. هلعب بالتين. كله لعيبه 2 8 كابتن احمد وكابتن حاسم. طب والتين فراوده. لا دي في بقى كتير. لا اقول لي ناقص لك 3. انت قلت 3. فيرود كابتن عبد الحليم. لا وممكن احط ميدو عادي. لا بس انا بقول لك في ناس كتير ماشي، بس انا الناس اللي انا لعبت معاهم يعني. كابتن عبد الحليم. وفي جمال حمزه طبعا كان لاعب كبير قوي. كان لاعب كبير قوي. لا وفي كابتن مين تاني يعني؟ وليد عبد اللطيف كان لاعب كبير قوي. كان لاعب كويس يا نهار ابيض. قوي وكان مختلف. يعني لعيب بطريقه مختلفه. لعب 10 في سنه كان كويس جدا. لعيب كبير قوي برضه. بس ما اتفرجتش على كابتن جمال عبد الحميد كتير. وكابتن عبد ما انا بقول لك هتظلم ناس كتير. كابتن جمال بس انا حطيت كابتن عبد الحليم عشان هو الهداف التاريخي. كابتن عبد الحليم طبعا كان. بس جمال عبد الحميد كابتن كان غير طبيعي. لا الجيل ده اصلا كله. يعني قناه الزمالك دي نفعت في حاجه غير اللي انا بقعد اتفرج على ماتشات في ناس ما كنتش اعرفهم. تعرف تتفرج؟ بتفرج عليهم. كابتن محمد عبد اللطيف مثلا بيتكلم الكوره مثلا. يعني بالنسبه لي ده غريب جدا. انت ما حضرتش شيكا؟ ممكن كنت صغير، بس الجيل ده اللي حببني في الزمالك. واللي كان لعيب كبير قوي كابتن رضا عبعال. كان لعيب كبير. يا نهار ابيض. كان مختلف قوي ده برضه قوي. هو عشان كده خد بالك هو بيطلع يتكلم على الناس في الكوره عشان هو كان لعيب مختلف بجد. يعني هو كان سابق سنه، كان مختلف. فبيشوف دلوقتي حاجات بيحزن. فاللي هو ايه انتوا بتعملوا ايه؟ هو بيقارن نفسه بيهم. صعب جدا، مقارنه ظلمه. صحيح. نورتنا يا شيكا حبيبي يا كابتن. دي كانت حلقه النهارده المهمه جدا اللي نورنا فيها نجم مصر ونادي الزمالك شيكابالا. نشوفكم في حلقه جديده من بودكاست جديد ذا ميكر.